بيقولوا دايما خدي الأعشاب ده طبيعي، اشربي دي هتهدي أعصابك، اغلي دي هتنزل البريود. بس هل كل ما هو طبيعي فعلا آمن؟ في حلقة النهاردة من حقائق طبية غيرت المفاهيم هنتكلم بوضوح وبعلم. هل الأعشاب آمنة وإمتى تضر جسمك بدل ما تنفعه؟ أول حاجة لازم نفهمها وهي كلمة طبيعي لا تعني آمن. زي ما في نباتات مفيدة، في نباتات ممكن تكون سامة أو تتفاعل مع أدوية تانية أو تسبب ضرر للكبد أو الكلى. خليني أقولك 3 أمثلة حقيقية. العرقسوس، لو عندك ضغط عالي العرقسوس ممكن يرفع الضغط ويزود خطر الجلطات. الجينسينج بيتعارض مع أدوية السيولة وممكن يعمل نزيف. الكافة ودي عشبة للاسترخاء لكنها مسجلة في ال FDA ضمن النباتات اللي تسبب تلف للكبد. الفكرة مش في أصلها إيه، الفكرة هي بتعمل إيه للجسم. خليني أكون عادلة، في أعشاب فعلا ثبت علميا إن لها تأثير علاجي، زي الزنجبيل بيساعد في الغثيان والدوخة وخاصة في الحمل، مدعوم بدراسات من الكوكران. الكركم مضاد قوي للالتهابات، مفيد لآلام المفاصل ومفيد للبشرة. الأشواجندا بتساعد في تقليل التوتر وتحسين النوم. النعناع فعال في تقليل أعراض القولون العصبي ومثبت في دراسات على الميكروبيوم. لكن حتى الأعشاب المفيدة لازم تتاخد بجرعات محددة والفترة محددة وتحت إشراف. طيب، أخطر حاجة بنشوفها على السوشيال ميديا هي اغلي المشروب ده هينزل البريود، اشربي الخلطة دي هتنضف الرحم، خدي المشروب ده بيزود التبويض. الحاجات دي خطيرة جدا جدا. الأعشاب دي ممكن تسبب تقلصات عنيفة في الرحم، تنزفك بزيادة أو تعملك تهيج في المعدة والكبد. طيب، وصفات التخسيس بالأعشاب معظمها مضر للبول، يعني بتفقدي سوائل مش دهون. طيب، وصفات البشرة زي الكركم أو القرفة بتعمل تصبغات وحروق والتهابات مزمنة. طيب، في مصطلحين محتاجين نفرق بينهم وهما الطب البديل والطب التكاملي. يعني ايه طب بديل؟ الطب البديل يعني تسيبي الدواء او التشخيص العلمي وتروحي للوصفات بس، وده خطير. الطب التكاملي هو انك تستخدمي الاعشاب او العلاج الطبيعي كجزء داعم لخطة علاج حقيقية. خليني أقولك مثال، لو مريضة عندها تكيس في المبايض وبتاخد علاج وبتنظم أكلها، ممكن ساعتها نضيف عشبة مناسبة زي الأشواجندا أو البردقوش، بنضيفه بوعي وتحت إشراف. الأعشاب مش عدونا، لكن الجهل بيها هو العدو الحقيقي. اللي بيفيد غيرك ممكن يضرك، وجسمك يستحق انك تفهميه قبل ما ترمي عليه اي وصفة متداولة. قبل ما تشربي او تاخدي اي منتج عشبي اسألي نفسك، هل دي وصفة من مصدر موثوق؟ هل عندي حالة صحية تمنعني؟ هل ممكن تتفاعل مع علاج باخده؟ الوعي بيحميكي، مش كل دواء في كبسولة ومش كل وصفة آمنة، بس دايما القرار في ايدك. لو عجبك الفيديو شاركيه مع صحباتك واكتبيلي تحت جربتي اعشاب قبل كده وايه كانت النتيجة. واستنيني في الحلقة الجاية من حقائق طبية غيرت المفاهيم. معاكم دكتورة ياسمين عبد الهادي وثورة الوعي الطبي.